السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول ما بدأ الكلام عن شبكة الجيل الخامس اللي هي ال 5G والناس اتقسمت لنصين، فريق بيقول إن التكنولوجيا دي هتغير العالم وهتوصلنا للنت أسرع، وفريق تاني بيقول إن دي كارثة صحية ودي إشاعات ممكن تدمر المخ وتجيب سرطان. طب إحنا هنصدق مين فيهم ونفهم إزاي وسط كل الدوشة دي؟ وهي ال 5G مجرد تكنولوجيا ولا هي حاجة أكبر من كده بكتير؟ وهل هي مجرد تحديث طبيعي للنت ولا خطر صحي بيهددنا؟ وهل فعلا في دول مسيطرة عليها وبتستخدمها في التجسس؟ عشان نجاوب على كل الأسئلة دي لازم نرجع بالزمن شوية لورا. طب يعني إيه 5G؟ قبل ما نحكم على شبكة الجيل الخامس وقبل ما نخاف منها أو ننبهر بيها لازم نفهم هي إيه أصلا. وعلشان نفهم لازم نرجع شوية لورا. زمان قبل ما يبقى في موبايلات كان في حاجة اسمها الجيل الأول، وده كان بداية الشبكات، ناس تقدر تتكلم مع بعض من مكان لمكان عن طريق موجات، لكن مفيش نت مفيش رسايل مفيش داتا، كان مجرد صوت بس. الجيل الأول ظهر في التمانينات وكان بيشتغل بنظام تناظري، الصوت ما كانش نضيف والإشارات كانت بتقطع وحتى الأمان فيه كان ضعيف، لكن دي كانت البداية اللي فتحت باب لعالم جديد. وفي بداية التسعينات ظهر الجيل التاني، ومن هنا بقى بدأنا نشوف الرسايل، وبدأت الشبكات تبقى مش مجرد موجات عشوائية، لأ بقت الإشارات أنضف والمكالمات أوضح. الجيل التالت في أوائل الألفينات حصل التطور الكبير والنت دخل الموبايلات، بقى تقدر تدخل على مواقع وتبعت إيميلات وتشوف فيديوهات، وبسرعة كانت في حدود من 1 ل2 ميجا بايت في الثانية. والجيل ده بقى خلى الموبايل مش بس للاتصال، لأ ده بقى بوابة معلومات. الجيل الرابع ظهر في مصر حوالي سنة 2017، ومن هنا بقى بدأنا نحس فعلا إن النت بقى أسرع، تشوف فيديوهات HD تلعب أونلاين، سرعة بقت بتوصل لعشرات الميجا واستجابة شبه فورية. إنما مع كل التكنولوجيا دي ظهر تحدي جديد، ومن هنا بقى بدأت المشكلة. كل يوم في أكتر من مليار جهاز بيتوصل بالنت، يعني مثلا تلاقي في بيتك في موبايل وتابلت وساعة وسماعة وراوتر وتلفزيون كلهم متوصلين بالنت. الشبكة بدأ يبقى عليها ضغط والفايف جي ما بقاش كفاية، ومن هنا بدأ الطلب لتكنولوجيا جديدة، تكنولوجيا تكون بتفكر بطريقة مختلفة، مش بس أسرع لأ دي تكون أذكى وتستحمل عدد أجهزة أكبر. وده بقى كان بداية الجيل الخامس، شبكة بتشتغل بترددات أعلى من الجيل اللي قبلها، بتعتمد على ما يعرف بالموجات المليمترية. التردد بتاعها بيبدأ من 24 جيجا هرتز بيوصل أحيانا ل 100 جيجا هرتز. وعلشان تفهم ده يعني إيه، كل ما التردد بيزيد السرعة بتزيد، بس المدى الإشارة بيقل، فالشبكة بتبقى أسرع لكن محتاجة أبراج أكتر في مناطق قريبة من بعض. طب هو ال5G فعلا خطر على صحتنا؟ أكتر سؤال بيتسأل من أول ما سمعنا عن الجيل الخامس. وهل موجات ال5G خطر ولا فعلا بتسبب سرطان على المدى الطويل وفعلا بتأثر على المخ والقلب والمناعة؟ خلينا نجاوب على كل ده بالعقل وبالدليل. يعني إيه موجات ال5G بالضبط؟ شبكة الجيل الخامس بتستخدم موجات لاسلكية زي باقي الشبكات بس بترددات أعلى، الموجات دي بنسميها إشعاعات غير مؤين. طب يعني إيه غير مؤين؟ يعني ما عندهاش طاقة إن هي تكسر الحمض النووي اللي هو ال DNA، وبالتالي ما تقدرش تسبب سرطان بشكل مباشر. منظمة الصحة العالمية قالت بالنص سنة 2020 إن الموجات المستخدمة في شبكة الجيل الخامس غير مؤينة، ومفيش أي دليل علمي بيأكد إنها تقدر إن هي تسبب سرطان. طب ليه الناس اللي ساكنة جنب أبراج ال5G بيشتكوا من أعراض؟ في ناس بتقول إنها بتحس بصداع وإرهاق وقلق لما بتكون قريبة من أبراج ال5G، الحالة دي اسمها التحسس الكهرومغناطيسي. المعهد القومي الأمريكي للصحة عمل مراجعة سنة 2018 وقال إن الناس اللي بيشتكوا من أعراض التحسس مش بيظهر عندهم أي تغير فسيولوجي لو تعرضوا لموجات ال4G وحتى ال5G. طب هو في تجارب علمية تمت على الحيوانات؟ في دراسات عملوها على الفئران تم تعريضها لموجات عالية جدا أكتر من اللي الإنسان بيتعرض لها لفترات طويلة، لقوا إن التعرض الشديد جدا للموجات بترددات معينة بيسبب أورام عند الفئران، بس كانت بمستويات أعلى من اللي الإنسان بيتعرض لها يوميا. وده خلى علماء كتير يقولوا إن النتائج دي مش هنقدر إن إحنا نطبقها على البشر. طب هو الناس اللي بتقول إن أبراج ال5G بتسبب سرطان جابوا الكلام ده منين؟ جزء كبير جدا من الكلام ده بدأ بعد أزمة كورونا، في إشاعات طلعت بتقول إن ال5G هي اللي نشرت الفيروس، وده طبعا ملوش أي أساس علمي. يعني ببساطة شبكة ال5G بتستخدم موجات مشابهة جدا للواي فاي والبلوتوث بس أقوى شوية، لكن لحد دلوقتي مفيش أي دليل علمي بيأكد إن ال5G بتسبب سرطان أو أي مرض خطير. بس في نفس الوقت لازم نفضل متابعين لأن العالم بيتطور والمتابعة المستمرة شيء مهم. طيب هو ليه السيطرة على ال5G مهمة أصلا؟ التقنيات العسكرية الحديثة زي الطيارات اللي بتطير من غير طيار والتحكم عن بعد وتحليل البيانات اللحظية كلها بتعتمد على سرعة الشبكة واستقرارها، فاللي بيمتلك ال5G يقدر يطور ويشغل أنظمة دفاع جوي وهجوم متقدمة جدا. السيطرة على شبكة الجيل الخامس مش بس رفاهية، ده سباق على مين اللي هيمتلك المستقبل، وكل دولة بتحاول تضمن إنها مش بس مستخدمة للتقنية لأ دي كمان متحكمة فيها عشان ما تفضلش تحت رحمة حد تاني.
شركة هواوي الصينية كانت أول من طور تقنية ال 5G على نطاق واسع، وبدأت تمد دول كتير بشبكات وأبراج ال 5G بتكلفة أقل من الشركات التانية، وده خلاها تنتشر بسرعة في أفريقيا وأوروبا وآسيا. وفي سنة 2020 هواوي كانت مسؤولة عن أكتر من 30% من البنية التحتية لل 5G في العالم. الحكومة الأمريكية بدأت تقول إن هواوي بتمثل خطر على الأمن القومي، واتهموا إنها ممكن تستخدم الشبكة للتجسس على الدول، وقالوا إن الحكومة الصينية ممكن تطلب من شركة هواوي إنها توصل لأي بيانات لأي دولة في أي وقت. أمريكا بدأت تمنع هواوي من التعاقد مع أي شركة داخل أراضيها، وطلبت من حلفائها في أوروبا إن هم يعملوا نفس الشيء. بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا منعوا هواوي من شبكة ال 5G الخاصة بيهم، وبدأت أمريكا إنها تمول شركات زي نوكيا وإريكسون علشان يكون عندهم بديل لل 5G. طب إيه علاقة ده بالمواطن العادي؟ لو شركة معينة بتمتلك البنية التحتية تقدر تتحكم في سرعة النت وكمية البيانات وتراقب الاستخدام، وتستفيد اقتصاديا وسياسيا من البيانات الضخمة اللي هتخزنها. يعني ببساطة الصراع حوالين ال 5G مش بس مين أسرع، لكن كمان مين بيتحكم فيها ومين بيراقب. وهل نخاف من الصين فعلا، ولا نخاف من اللي بيقنعنا إن الصين هي العدو؟ ووسط الصراع ده كله مصر دخلت فين؟ وبدأت الشبكة إمتى؟ وإيه اللي بيحصل عندنا دلوقتي؟ أول مرة اتكلمنا عن ال 5G في مصر، الكلام الرسمي عن الجيل الخامس في مصر بدأ في 2019. وقتها وزارة الاتصالات أعلنت إنها تبدأ تختبر الخدمة في مناطق معينة بالتعاون مع شركات عالمية. وطلع تصريح رسمي من وزارة الاتصالات المصرية في مؤتمر القاهرة لتكنولوجيا الاتصالات في 2019. وأكد وزير الاتصالات إن وقتها مصر بتجهز للبنية التحتية المطلوبة عشان تستقبل الشبكة. في 2020 حصل بالفعل تجربة محدودة لشبكة ال 5G في العاصمة الإدارية الجديدة. التجربة كانت بالشراكة مع شركة ZTE الصينية، وتمت على نطاق محدود داخل المعرض الخاص بتكنولوجيا الاتصالات. لكن التجربة كانت للعرض فقط، مش تغطية فعلية على نطاق تجاري. طب هي شبكة ال 5G شغالة حاليا في مصر؟ في الواقع إن ال 5G لسه ما اشتغلتش في مصر بشكل كامل، وحتى في منتصف 2025. لكن في استعدادات قوية. شركات المحمول بدأت تحدث الشبكات والأبراج عشان تبقى جاهزة للترددات الجديدة. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خصص ترددات بتسمح بتركيب ال 5G، وفي اختبارات حاليا شغالة في أماكن زي العاصمة الإدارية والعلمين والمناطق اللي لسه جديدة. طيب ليه التأخير ده؟ ليه مصر متأخرة عن دول زي الخليج؟ البنية التحتية لسه محتاجة تطوير لشبكة ال 5G، محتاجين أبراج كتير جدا بتقنيات عالية، ومحتاجين نغطي بيها مناطق ضخمة. تكلفة التركيب والتشغيل مكلفة جدا، ومحتاجين استثمارات بمليارات الجنيهات. وضعف الطلب الفعلي على ال 5G، لسه في عدد كبير من الناس ما استخدموش حتى ال 4G بالكامل، ومفيش ضغط على السوق يدفع الشركات إنها تتنقل النقلة السريعة لل 5G. يعني نقدر نقول إن ال 5G موجود في مصر بس لسه تحت التجهيز، وعندنا أجهزة وعندنا شركات بتجهز وعندنا تجارب تمت بالفعل، لكن الشبكة نفسها لسه مش مفتوحة لكل الناس. طب هو في علاقة بين شبكة ال 5G وفيروس كورونا؟ مع بداية انتشار فيروس كورونا سنة 2020، في ناس قالت إن السبب في الفيروس كانت أبراج ال 5G، وهي اللي نشرته في العالم. الكلام ده بدأ على النت خصوصا في فيسبوك وتويتر. في بداية شهر فبراير سنة 2020 اتقال إن موجات ال 5G بتضعف مناعة الجسم، وإن الأشعة بتسبب أعراض تشبه الكورونا، وإن الصين من ساعة ما بدأت في ال 5G وبعدها المرض انتشر في العالم. ناس كتير هاجمت أبراج ال 5G في بريطانيا وولعت فيها فعلا، لدرجة إن منظمة الصحة العالمية طلعت في بيان رسمي في إبريل سنة 2020 وقالت إن الفيروسات مش بتتنقل عبر موجات الراديو أو شبكات المحمول، بما فيها شبكات الجيل الخامس. طب هو في أي بحث علمي بيأكد الكلام ده؟ مجلة نيتشر هي واحدة من أضخم المجلات في العالم، نشرت مراجعة سنة 2021 بتقول إن لا يوجد أي دليل علمي بيربط بين ترددات موجات الاتصالات وأي فيروس معروف. خلاصة الكلام إن مفيش أي دليل علمي بيقول إن ال 5G سبب الكورونا. الموضوع كان مجرد صدفة في الوقت، واستغله ناس كتير. بس هنا بيجي سؤال تاني خطير جدا: مين اللي مسيطر على تكنولوجيا الجيل الخامس؟ ومين اللي صنعها؟ ومين اللي في إيديه المفاتيح؟ الصين ولا أمريكا؟ طب مين الشركات اللي طورت ال 5G في العالم؟ الصين كانت شركة هواوي وشركة زد تي اي، والسويد كانت شركة إريكسون، وفنلندا كانت شركة نوكيا، وكوريا الجنوبية كانت سامسونج. أكبر شركة بتستحوذ على البنية التحتية لل 5G على مستوى العالم هي شركة هواوي، بتستحوذ على حوالي 30% من السوق العالمي. طب ليه الناس خايفة من هواوي؟ من هنا بقى بدأت الخناقة. أمريكا بتتهم شركة هواوي إنها بتشتغل مع الحكومة الصينية، وبتقول إن أجهزة هواوي فيها ثغرات بتستخدم للتجسس. وقالت إن إحنا عندنا أدلة إن هواوي سمحت للحكومة الصينية إنها توصل لبيانات المستخدمين عن طريق الشبكة، وده خلى أمريكا تمنع استخدام هواوي في البنية التحتية داخل أراضيها، وضغطت على أوروبا إنها تعمل نفس الشيء. من أول لحظة سمعنا عن الجيل الخامس وبدأت معركة، مش بس على السرعة، لأ ده على السيطرة وعلى العقول وعلى الخصوصية وعلى المستقبل. ال 5G دي مش مجرد شبكة، دي بوابة لعالم جديد،
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لأن ده بيساعدنا إن احنا نقدم الأحسن.